النهاية بتاعت المسلسل كانت من أصعب المشاهد اللي أخدت وقت كبير مننا في التحضير وفي التصوير. عامة بعد ما بنخلص تصوير الماتيريال بتروح للمونتير الأستاذ إيهاب جوهر، بيعمل نسخة أولى من المونتاج وبيبعتها لي علشان أتفرج عليها. إيهاب اختار للمشهد ده موسيقى، لكن أنا كنت طول الوقت بطفيها وبتفرج على الصورة بس، لأن أنا كنت بطريقة غريبة كده وطريقة تقريبا أوبسيسيف، يعني كنت سامع جملة لحنية في ودني. فأنا قعدت أفكر في مشاعر سندس في اللحظة دي وفي كذا مشهد جوه المسلسل بيقودوا للحظة دي في مشاعرها، لأن من وجهة نظري ويعني وده اللي أنا كنت دايما بحاول أوصله، إن سندس محتاجة لعيال عبد الرحمن أكتر من ما هم محتاجين لها. هي معاهم بس قدرت إنها تحس لأول مرة بإن هي زي إنسانة مكتملة وإن مفيش حاجة ناقصها، لأن سندس شخصية عندها رغبة غير عادية في العطاء للآخرين، واتحرمت من دوت فوق، فقدت أهلها، واتحرمت من دوت لما عرفت إنها مش قادرة على الإنجاب، واتحرمت من دوت لما فقدت عملها في المدرسة في الموسم الأول. فكنت سامع في ودني كده لحن فيه احتياج الطرفين لبعض، احتياج سندس لعيال عبد الرحمن واحتياج عيال عبد الرحمن لسندس. ولما حطيت النسخة الأولى من اللحن على مشهد النهاية، ابتديت أشوف تنور قدامي كده مشاهد معينة خاصة جدا فيها نفس الحالة ديت اللي احنا بنحاول نوصل لها، طيبة وثامر ومناهل، البيت زي مشهد وجد مع سندس. ذا الأمر يخصكم أنتم، مو أبوكم وخطيبته. أنا مالي صلاح، أنا مالي علاقة. غير كذا وشو لما هي بعجبتكم أختي؟ ها؟ ليه ما تبونها؟ لأن نبيك أنتي. مشهد مناهل مع سندس. طيب خلاص، محتاجة شيء أقدر أمشي. يعطيك العافية. الله يعافيك. سندس، أحبك. وأنا أحبك يا حبيبتي أنت. الله لا يحرمني منك يا رب. ولا منك يا روحي. ومشهد بدر مع سندس. تدري بدر إن أنا يتيمة؟ أنا أمي توفت الله يرحمها وقت ما كنت أنا بعمرك تقريبا. بعدها بفترة بسيطة كذا توفى أبوي. تدري إن أنا ما أجيب عيال؟ فاقدة إحساس الأمومة والظنة. عشان كذا أنا حاسة فيك، أعرف قديش إحساس الفقد إحساس مؤلم بشع. تحس إن داخلك كذا كلام واجد ودك تقوله ما تقدر تقوله. تحس إن ما حد بيفهمك. تدري إحنا أموات عيال أموات. والمشهد الأخير. وش فيكم شيء؟